السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. معايا ايه؟ عدس. هنعمل فول. اول حاجة ايه؟ هوريكم الفول اهوت بعد ما نقعته طبعا ايه من بالليل. بصوا حتى القشرة بتاعته بتتشال ايه بكل سهولة اهي. دوت ربع كيلو، يعني انا جبت نص عشان الفول بيزيد. ده نص، كنت جايبه نص كيلو، خدت ايه نصه. ده ربع كيلو. انا غسلته كويس طبعا ونقعته من بالليل. معايا هنا بقى ايه الفول المدشوش دوت، معلقتين فول مدشوش وغسلتهم طبعا ونقيتهم. ومعايا هنا معلقتين عدس ايه طبعا وغسلتهم وايه ونقيتهم برضه. ومعايا القدره اهي. طبعا هاخد الفول دوت هحطه في القدره يعني. بصوا الربع كيلو عمل قد ايه. والله كتير لانه بيزيد، الفول بيزيد لما بتنقعيه بيزيد. عشان ما ياخدش ايه كمان سوا ايه جامد، يعني ساعة واحدة هتلاقيها ايه، بدل ما تسيبيه ساعتين على النار ويسحب غاز. لا، هي ممكن يقعد ساعة او نص ساعة، والله ما بيقعد نص ساعة. معايا العدس اهو، هنزل بيه على الفول. يعني بصراحة ما بياخدش وقت خالص، طول ما انت نقعاه ما بياخدش وقت. وهاخد الفول المدشوش برضو هنزل بيه كده. طبعا البوتاجاز هيفضل عالي لغاية ما ايه، لغاية ما الفول يغلي يعني شوية. وبعد كده هروح موطيه النار عليه واسيبه يستوي بقى براحته. خلاص حطيت كده العدس والفول المدشوش والفول بس. معايا بقى هنا ايه، معايا الكركم ده. هاخد ايه نص معلقه كركم كده. كركم بقى طبعا جميل ايه لكل حاجه، يعني ايه صحي لكل حاجه. وبيمنع اعوذ بالله الحاجات اللي مش كويسه في الجسم. ده نص معلقه كركم. وكمان هاخد ايه علشان بدل الالوان الصناعيه اللي بيحطوها، هاخد نص معلقه ايه بابريكا. نص معلقه كبيره بابريكا دي بقى اللي هتدي الفول اللون الطبيعي بتاعه زي بتاع المطعم يعني. حطينا كركم وبابريكا وبس. ده تخلي الفول لونه جميل زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. هما بيحطوا الوان صناعيه، والالوان دي بتبقى فيها مواد حافظه وما بتبقاش كويسه. لكن احنا حطينا حاجات طبيعيه. هنغطيه بقى بحاجه. عندي طبعا البراد ده حطيت فيه ميه. البراد ده قديم ما بستعملهوش، عشان مره نسيته على البوتاجاز واتحرق، وبعدين بقى يخر من تحت. كده كده هيخر. فحطيت فيه ميه ومش بستعمله. هغطي بيه ايه هغطي بيه كده القدره، عشان لما الميه اللي في البراد تسخن ازود منها الفول. وهسيبه بقى ايه، اول ما يبتدي يغلي هروح موطيه عليه النار واسيبه بقى. هيستوي على طول ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، معايا ايه ربع معلقه سكر. دي بقى اللي هتخلي الفول ايه يستوي، يبقى عامل زي الزبده كده. ودلوقتي بقى يا حبايبي الفول استوى خلاص اهو، ما خدش ساعه. اوريكم بقى. بصوا بقى والله العظيم تحفه. بصوا الفول عامل ازاي. بصوا بقى لونه عامل ازاي، وطبعا مستوي خالص. طبعا ليه انا حطيت له شويه السكر اللي انا حطيتهم، ربع معلقه السكر دي خليته استوى هوا. بصوا
فول عامل زي الزبدة، وطعمه بقى ايه، طعمه تحفة تحفة. والله جميل. تعالوا بقى يا حبايبي اتفضلوا معانا فول، وكل سنة وانتم طيبين، واعملوه بالطريقة دي والله هتلاقوه زي العسل والله. ودلوقتي بقى اقول لكم ايه، هقول لكم تعالوا اتفضلوا معانا يا حبايبي احلى طبق فول بالزيت والطحينه وفي منتهى الجمال. وكل سنه وانتم طيبين، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.